يا هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكيكه القمر دي للشاي كده، وبطريقه سهله جدا وتحفه، عامله زي الاسفنج. ايه، هنحط كده 3 بيضات في العجان. انا كنت عامله كيكه مع الكيكه دي، عشان كده ما وصلتش العجان، كنت عامله الاتنين ورا بعض على طول. حطيت كده 3 بيضات وعليهم معلقتين خل ومعلقه فانيليا ونص كوبايه سكر، وهنخل كده عليهم كوبايه ونص من الدقيق، وهحط معلقه بيكنج باودر، وهحط معلقتين نشا ونص كوبايه ميه، او حليب بقى لو موجود عندك، او عصير برتقال زي ما يكون موجود، زي اللي موجود يعني عندك حطيه. تمام. وضربتهم بقى في العجان لما وصلوا للقوام ده كده، حطيتهم في الصينيه. الصينيه دي مقاسها كبير، عشان كده ما عادتش معايا قوي. لو عايزاها عاليه حطها في مقاس 20، الصينيه دي مقاس 26، عشان كده الكيكه مش عاليه قوي. تمام. إيه، عاوزاها اعلى من كده حطها في صينيه مقاس 20. شايفين ما شاء الله عامله زي الاسفنج بالظبط. يا هلا بالحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل التورتيه القمر دي مقاس 30 في 30 بطريقه سهله جدا وبطريقه شيك، افخم من المحلات، وهتعملها بايديكي في البيت ان شاء الله من النهارده. يلا ندخل على الطريقه على طول. معانا هنا الكيك مجهزينه من قبل. اي طريقه كيك بقى انت بتفضليها عندك ممكن تعمليها، سبونج جاهز، سبونج بيتي، الطريقه اللي تفضليها اعمليها. تمام. انا بظبط الكيك كده على القاعده، هشيل بس حتتين كده من الطروف، هحطهم في الجنب التاني عشان تديني تورته مربعه بالشكل ده كده. ضربت بقى ربع كيلو كريم شانتيه، إيه، وعليهم كوبايتين ميه فيها تلج، وعليهم نص كوبايه سكر ومعلقتين كريمه بستري، وضربتهم بالشكل ده كده. وهحشي بقى الكيك بالكريمه بالشكل ده. قبل ما نحشي الكيك لازم نسقيه بسيرب خفيف او ميه بسكر كده، تدوب ميه بسكر مع بعض وتسقي بيهم الكيك، مفيش مشكله خالص. وهحط بقى في الحشو كده جيلو فراولة. تمام. اي حشو بقى تحبي تحطيه في جوه التورته، تحطي مكسرات بقى، جيلوهات، تحطي نوتيلا، ايه، صوصات اللي تفضلي حطيه. هنحط الطبقه التانية بالشكل ده كده، وهنحط برضو حشو جيلو فراولة. ايه، ولو مش حابه تحط حشو مفيش مشكله خالص. حطيت كده اخر طبقه معانا، وهجلس بقى التورته كلها بالكريمه بالشكل ده كده. تمام. تمام تمام. بالسكرابر بقى او بالترانش اللي انا شغاله بيه ده كده، نجلس التورته بالشكل ده. تمام. تمام تمام. نظبط التورته كده على قد ما نقدر لما تبقى معانا كويسه جدا بالشكل اللي انتوا هتشوفوا ده. دخلتها بقى التلاجة شويه، حوالي نص ساعه كده او ساعه. وهحط على نص منهم، على النص الشوكولاته، احط عليهم جناش شوكولاته، بس تكون مسيحه على حمام مائي عشان يبقى سهل الفرد معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ونفرد بقى الجناش بظهر المعلقة بس بالراحة جدا عشان الكريمة ما تتبهدلش معايا. والنص التاني هحط عليه زبدة اللوتس، بديل اللوتس اللي هو العلبة اللي انا شغالة بيها دي، هي دي البديل اللوتس اللي انا بشتغل بيها. سيحتها برضو بمعلقتين زيت لما فكت معانا بالشكل ده كده. وهحط على النص التاني برضو بظهر المعلقة، وافردها يعني بالراحة. عشان ايه؟ انا بس مسرعة الفيديو، بس انا بعمل بالراحة خالص عشان الكريمة ما تتبهدلش مع الصوصات اللي احنا حاطينها. تمام. تمام تمام. بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله طريقة سهلة جدا وبسيطة، وطلعت معانا حاجة بسيطة كده وسهلة، وطلعت في الآخر شكلها شيك جدا. هحط بقى على نص الشوكولاتة بسكوت ويفر اللي هو الشوكولاتة ده، الفلوتوس الشوكولاتة. وهحط على النص التاني بقى أي شوكولاتات كده عندي عملتها بورق ترانسفير، شكل الشباك بقى، شكل قلب، أي حاجة عندك موجودة. على النص ده حطيت بسكوت لوتس مكسرة كده بأي حاجة تقيلة عندك، وتحطي وزينت بقى بالشكل بقى بالشكل ده. تمام تمام تمام. اللي وصل لحد هنا يا ريت متنسونوش بقى في اللايك يا حلوين، وتشتركوا في القناة، وتعملوا متابعة لصفحة الفيسبوك، وما تنسوش أحلى تعليق محفز منكم. وزينتها بقى بالشوكولاتة بالشكل ده كده وكريسبي. والقلوب اللي أنا بعملها ديت عملتها بجيلو شوكولاتة، عملتها شكل قلوب زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها كده في كيس حلواني، وخرمت خرم صغير، وعملت شكل القلوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. إيه، طريقته سهله جدا، وطلع معاك شكل حلو قوي في الاخر. هنكسر بقى اللون شويه بنوتيلا بيضه كده، وجولو شوكولاته برضو. عملت على البسكوت اللي هو اللوتس ده إيه، جولو شوكولاته. هنلف بقى داير التورته كله بالكريمه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله التورته طلعت سهله وبسيطه وجميله ازاي. هتيجي تشتريها من المحل هتشتريها بالشيء الفلاني، وتعمليها في البيت بطريقه سهله جدا جدا جدا. مش هتكلفك اي حاجه في البيت ان شاء الله، ما يجيش ربع الثمن اللي هتشتري بيها التورته من بره. شايفين القمر؟ ما تنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناه،
وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في الصفحة على الفيسبوك. السلام عليكم. تعالوا كده حلوين نزين تورته قلب كده بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه، يا رب تعجبكم. زينت كده التورته بشكل بسيط، حطينا بس كده باقي الكريم، حطينا كده نقطه لون احمر، وهنعمل كده روزيتات بداير التورته كلها من الجوانب ومن فوق بالشكل ده كده. هسيب لكم ان شاء الله طريقه الفيديو، طريقه الكيك في فيديو جاي ان شاء الله. وفي نص الكيك كده هقطع فراوله طرنشات، اي فاكهه بقى موجوده عندك ممكن تزيني بيها التورته، مفيش مشكله خالص. انا كان موجود عندي يومها فراوله وتفاح كده قطعته بالشكل ده كده. هنعمل كده التفاح على شكل كده جناح عصفوره بالشكل ده، وهنحطها اي طريقه تزيين بقى موجوده عندك او تعرفي تعمليها اعمليها، مفيش مشكله خالص. ممكن تقطعوا كل شرايح تفاح وشرايح فراولة أو مانجا أو أي حاجة موجودة عندك وترصها كده جنب بعض، هتطلع جميلة جدا إن شاء الله. حطيت كده تفاح في ناحيتين، وهلمع بقى الفاكهة بجيلي تلميع. لازم نلمع لازم نلمع الفاكهة على طول عشان الفاكهة ما تغيرش لون معانا بالشكل ده كده. والحته بقى اللي هي الصغيره اللي في النص دي هنعمل كده مانجا، مانجا شرايح هلفها كده حوالين بعضها كده تبقى عامله شكل الورده، وهحط في المكان الفاضي اللي في النص ده، والنص التاني ده هحط عليه صوص شوكولاته بالشكل ده كده، وهتطلع معانا تورته نص فاكهه ونص شوكولاته باسهل طريقه تحضير. قولولي بقى رايكم في الكومنتات ايه، ما تنسوش اللايك. شايفين القمر؟ يلا سلام.